الواد اللي جريب من الاوبرا ركبت الميكروباص وهو راكب ورايا، فكل شويه كل ما يقابل حد من بلده من مكان يا علي يا ابني عند ايه يا في ايه يا ابني؟ اللي بتعمله ده تلوث سمعي. وطي صوتك يعني ما تزعقش. الله ما تحط في ودانك قط. وانت ما تحطش في بوعك جزمه ايه؟ جاي كده وانا موقفي دي يمين قام قال لي بوقي جزمه؟ يقوم حظ العاشر يعمل ايه؟ يا ويلي الاقي الواد نزل من هنا الواد معدي الميكروباص لقيت بطيخه هنا وبطيخه هنا. انا قلت له اسمع الله اوعى تفضل انا عيان ورايح نقدر اشعه يقول لك هتودي نفسك فيها ايه؟ انت حاولت تعمل اي حاجه هتودي نفسك في داهيه. قال لي والله انت لولا زي والدي قلت له الله ينور بناء على طلب الملاك الجماهير كله عايز يسمع استاذ انس في مغامراته الجميله اللي قالها في حياته يعني. كله يا جماعه يسقفوا لاستاذ انس. لا مواقف كده ماشي ما احنا مستنيينها منين؟ احنا مستنيينها مواقف بطرات. لما تنزع عم معبود يعرف ان احنا كنا بنشتغل مع بعض. بس المايك انا قاعد حصه احتياطي كده في سنه اولى في الفصل اللي كان في الاول جنب الجرس. فلقيت الجماعه بتوع المجموعه الممرضات جايين عشان يدوا العيال مهن تطعيم. فالعيال شافوهم زعلوا جدا والصريخ وبتاع قلت له بس محدش هيدي اي عيل من دول. لو سمحتوا اتفضلوا. كان الفصل اللي جنب مني فاضي. الولاد خايفين صحيح. لا الفصل اللي جنب مني فاضي. فقمت غامز لهم قاموا قعدوا جوه في الفصل اللي فاضي. قلت لهم اللي معاكم ما ترجعوش تاني. العيال بقى ما حدش هياخد. انا هاخدك واحد تخش الفصل ده واجري. مش بس نقفل على بقوا يتسابوا والنبي يقف واقول له واحد بالراحه تعالى خش يخش ياخد حقنه ويقعد. هو ما يخرجش يقول ايه اللي حصل. لغايه الفصل كله ما خلص. كنت لسه اقول لك ما احنا خدنا الفرن برضه وفضلنا كده وصلنا فوق. شكله كان فصل هو بالفصل ده. لا ده انا معدي عليه على المبنى اللي هو بتاع الشؤون الاجتماعيه دلوقتي. لقيته قاعد حاطط رجل على رجل وانا معدي فعايز عليا نفسي يعني. قمت رجعت قلت له يا ماشي ده انا قعدت يوم كامل اقول لك فوانيس رمضان تقول لي فناويس رمضان. يعني ايوه والله يعني ما عرفتش فناويس خالص. حاطط رجل على رجل وانا معدي هو عامل لي ولا كلمه. لا هو عارف الثبت دي. فهاني بقى ايه طبعا العيال خرجوا فسحه. الفصل فيه مستويات اقتصاديه مختلفه متفاوته. فيه اللي اقتصاده عالي وفيه اللي بياكل الجوع ويشرب العطش ويعني كله. كنت انا اختبر المساله دي ازاي؟ للبنات تعالي تطبخي عشان اعرف المستوى الاقتصادي بتاعها. تقول لي ايوه يا استاذ. اقول لها طب اطبخي ملوخيه. تقوم ايه؟ تقول لي نجيب حتتين يبقى المستوى غلط. يعني خلاص هنجيب سمنه تبقى المساله. كان بيشتري ايه؟ كان بيشتري فينو بيشتري برتقال يعني حاله ثراء مفاجئ. ثراء مفاجئ يعني حاجه. قال لي هات لي هاني. جه هاني
نزلت للاستاذ يوسف الله يرحمه. الولد انا حسيت بعينيه بانه عايز يجري، عملت له متعيس. واحد فراش قاعد على البوابه الرئيسيه والشكلي واقف على باب الاوضه بتاع اوضه النار اللي عامل ها. وبعدين فجاه لقيت الراجل بيقول له انت عملت قلت زي كده، هوب جري الحق. الشكل عز عليه نفسه زي الواد يجري منه. كان لابس قميص وسبيري بيت قوي، يعني لسه لابس اليوم. فجري وراه. قام الواد كان فيه في الركن بتاع المؤسسه الواد خرارة ميه. قام الواد جاري وواقف في وسط الخرارة. على فكره انا اول مره اشوف عمك احمد العبيط بيضحك لغايه ما عينيه دمعت. الراجل ده ما كانش بيضحك. لا مش اسمه الجزار ولا ضحك. مش اسمه الجزار ما انا هقول لك. الواد وقف وشكلي واحنا بنقول له اخرج يا هاني. قال لا هتضربوني. اخرج مش هنضربك. قام الشكل قال له ما تخرج يا هاني. قال له لا. قام يضحك ابوك وقام نازل وراه. وطلعوا قاموا راقدين الاثنين في قلب الميه. طلعوا زي ايه؟ قراميط الجنه. يبقى منظرهم كان تحفه. طبعا انا لازم اعالج المساله دي تربويه برضه لان الواد ممكن يفشل. بعد ما الواد شطب كده وبتاع وثاني يوم قلت لهم على فكره كلكم فاكرين انه هاني حرام. لا هاني مش حرام. ليه؟ هاني الشيطان ضحك عليه. وليس ممارس. الشيطان ضحك عليه خلاص. نعملها يعني انه حرام ابدا لان عمره ما سرقش. كان نكد على الشيطان. ايوه بقى يا ولاد وما في هاني. هاني بقى سقفوا الهاني. والله اديله الثقه. طبعا احنا كشؤون قانونيه في الاداره التعليميه رحنا بقى يعني ايه بنت تلميذه العربيه فاحنا رحنا عشان خاطر ايه شين مين المشرف مين اللي مش عارف ايه مين يعني. المهم قالوا محضر في المركز. كان المركز بتاع طوخ بيتبني ومنزلينه في الاداره الطبيه جنب المستشفى. فداخلين انا والمدير بتاعي خدنا عربيه الاداره ورحنا. فداخلين لقينا ناصر الحاج الله يرحمه. لقينا ناصر الحاج ومعاه ابوه ومعاه ابوه واخوات. هو انت اللي موت البيت؟ رايح يرخص العربيه الدبابه من شبين للقصاص. البنت دي من بلد اسمها عرب الخصوه. المدرسه في بطن الطريق بس بيخرجوا يخشوا البلد ما بيخرجوش في الطريق. البنت دي الوحيده اللي ابوها باين يبكي. في قاعده في المدرسه مشهوره هنا داخل سنه اولى. المهم طب يا شويش تعالى عشان ناخد صوره من البحر. رجعنا واقفين بقى في البلكونه على باب المنظور. فلقينا مخبر المدير بتاعي انت عارف حاتم بحياتي كان طويل. المخبر جاي في بطن حاتم يقول له واقفين كده ليه؟ قلت انا ايه؟ قلت تنسي خاطر انك انت مش متهم يعني. قلت له في ايه يا بني ادم؟ انت بتعمل ايه؟ انت مدير شؤون قانونيه وانا محقق. المأمور قال في ايه؟
الضابط خارج من الاوضه دي بيقول لي في ايه يا استاذ؟ انا لسه بقى قلت له الافندي قال لي خلص عايز ايه؟ انا استشعرت الخطر. ولاد بلدنا كلهم واقفين. قلت له احنا عايزين صورة المحضر. قال لي ما فيش صورة محضر. قال شوف خلق الكلام. حين بقى انسحاب النور. قلت له ما فيش صورة محضر. ماشي. وقلت ايه نازل واقف على البسطه بتاع السلم. الحاكم بيقول لي تعالى انا قلت له لا بس تعالى انت. قال لي ايه؟ قلت له اللي فوق دول من بلدنا. لو الظابط ده قال لي مفيش صورة محضر تعالى نرجع انا عايز اتظاهر. هيروح يقول ده قال اهو ابو جلدون وانا اللي قلت له يا باشا عشان خاطر اجيب ميكروفون واقول عليها الطلاق. قالت امها اشكيف. انا قاعد في الشتاء قاعد على السرير ومرات اخويا مرات سعودي قاعدين بيتدفوا علينا وانا قاعد على السرير. فجأة لقيت واحدة بتقول هو فين؟ هي قالت هو فين؟ وانا عارف ان هي زينب. فجأة هم بيتكلموا ما يعرفوش الحدود. لقوني قلت تعالي يا زينب. تحت الحال. انت قلت لها عيان. قالت لي والله لولا لقيتك كده لكنت والله يا خليل يا مار مرات ابويا يستغربوا مين اللي جابها.